حابب أبدأ بإن أنا أقول إن أنا متوتر وخايف، ودايما الشعورين دول لما بسمح لنفسي أحسهم، يعني دايما في علاقة عكسية. لو أنا سمحت لنفسي أخاف وأتوتر ببقى مش عايز أسيطر على الأمور. أسيطر على الأمور معناها إن أنا ببذل مجهود كبير في إن أنا أقعد أحاول أخلي كل حاجة مرتبة وكل حاجة في مكانها وكل حاجة مظبوطة. ولو مثلا عندي ميتينجز فمثلا حد طلب مني إن هي تتأجل، ألاقي نفسي تنس كده ومش مرن، بفقد مرونتي، عايز كل حاجة تبقى ماشية بإيقاع معين. ولو حصل حاجة في اليوم، وده طبيعة الحياة يعني، لو حصل حاجة في اليوم لخبطت الإيقاع ده أو أجلت ميعاد أو كذا، آه، بجز بجز كده I get tense. آم، ولما بكون كل طاقتي رايحة في محاولة السيطرة على الأمور، بعمل زي اللي بيجري. ولما بكون بجري بهستيريا، بكون مش واخد بالي أنا بجري من إيه. فدايما دايما ولذلك يعني هقولها مرة واتنين وتلاتة وعشرة وعشرين وتلاتين وأربعين. العلاقة اللي كونتها مع جسمي، كلمة علاقة كونتها مع جسمي معناها إن أنا بقى عندي قوة ملاحظة حالتي الجسدية عاملة إزاي. لما بلاقي إن في تشنج أو في تخشب، خلاص بقيت فاهم إن في ردود أفعال فسيولوجية بتقول إن أنا متأهب من حاجة أو بكبت حاجة أو كده. فأول when I slow down، لما باخد كده زي اللي بيجري فمش قادر يلاحظ الحاجات اللي على يمينه وعلى شماله من كتر ما هو بيجري بسرعة، فبقف. في أغلب باخد بالي إن أنا نفسي بايظ، أصلا مش بتنفس كويس، فبسيب نفسي. باخد بالي إن في كتمان. فأول ما بسيب الخوف والتوتر، ببقى هي تجربة مش مريحة، بس هي تجربة مش مريحة، بس هي تجربة مش مجهدة. محاولة كتمان الخوف والتوتر بالنسبة لي أنا هي أكتر حاجة بتستنزف الواحد. فيمكن كمان الواحد لما يعني، ودي كان من أكتر الحاجات اللي أنا قابلتها، من أكتر الحاجات الصعبة عليا في التعافي. الواحد لما بيكون سامح نفسه يخاف ويتوتر، بيكون حاسس إن هو مش على بعضه. ببلع ريقي، ضربات قلبي بايظة، نفسي مش مظبوط، حس كده إن أنا مش على بعضي يعني. وكنت فاكر ان ده يعني ان ايه ده تجربة الخوف والقلق مش تجربة مش مريحة ومتعبة. والحقيقة هي الموضوع مش في هي الموضوع مش ان الخوف والقلق تجربة مش مريحة. الموضوع ان انا اتبرمجت ان الهشاشة او الانسانية او الآدمية دليل على الضعف. فبقيت شايف ان انسيابية الخوف جوايا وانسيابية التوتر، العثمة في الكلام، اللخبطة، التجربة الإنسانية دي تجربة معيوبة فيها أنا مش مسيطر على الأمور. فبالتالي لازم أحاول أكون بيرفكت. أنا فاكر زمان والله العظيم، حتى يعني كنت مثلا دايما كنت متعود وأنا يعني أنا دلوقتي عندي 37 سنة. مش والله لما بقول الرقم ساعات بحس إن هو إيه ده، حصل إمتى. في العشرينات يعني وقبل كده وبعد كده سنة، كنت لسه بقى في علاقتي بمشاعري رايحة في 60 داهية، وكنت دايما عايز أماني وإحساسي بالقيمة جاي من كل حاجة بيرفكت. يا لهوي، كنت مهووس جدا بالبراندز، وكنت مهووس جدا حاجة تبقى بيرفكت وكده قمصاني، والبس تحت البولو تي شيرت تاني عشان ما اعرقش. او يعني قصدي لما اعرق فالعرق ما يبانش، لان ايه ده يا واحد بيعرق، ايه ده يا واحد بيتنفس، ايه ده يا واحد آم اللي قدامه هيشوفوا انه بيبلع ريقه. فعارفين زي كده ما احنا اتربينا على ان الكلب لو شم خوفك هيعضك او هيهجم عليك. فالواحد بشكل قاسي جدا وصل له رسائل ان لو حد شافك على طبيعتك هتتاكل. ولما كبرت وتعمقت في التعافي، سألت نفسي ايه المشكلة لما اتاكل.
فاكتشفت المشكلة مش في إن أنا لمّا أتّاكل، المشكلة إن أنا لو اتّاكلت من حد أو يعني لو حد جه عليّا أو حد نصب عليّا أو لو حد ضحك عليّا أو لو حد استغلّني، فالمشكلة إن ده معناه إن أنا وِحِش. يعني بُصّوا الضحك، إن أنا أبقى إنسان على طبيعتي، فاللي قدّامي يستغل ده، فالغلط يعود عليّا أنا. يعني مش هو مثلًا اللي خان الأمانة أو هو اللي ما اتقاش ربنا سبحانه وتعالى أو هو لأ. أنت بتتعلّم في المواقف الصادمة اللي إحنا مرّينا بيها وإحنا صغيرين it's always your fault. ومتخيّل إن إحنا ساعات بنبقى جعانين جدًا للحُب، جعانين جدًا للعلاقات، جعانين جدًا للصحاب، للوَنَس، للتواصل الإنساني، بس الرعب بتاع إن الvulnerability هتجيب hurt والhurt معناه إن إحنا it's our fault، هو ده أكتر إحساس مؤلم. فبنضحّي باحتياجاتنا وبنضحّي ب آمم ب ب ب ب برغبتنا في التواصل والكلام ده كله، علشان ما نتلسعش من لسوعة الأستك اللي هي بتاعة it's your fault، it's your fault. ولذلك يعني كان في واحد صديقي كان بيكلمني امبارح، كنت باتكلم معاه كده مكالمة يعني أونلاين، فبيقول لي انصحني نصيحة which is يعني حاجة بالنسبة لي أنا يعني ما باحبهاش خالص، إن هو هيبتدي therapy أو كده فانصحني نصيحة لحد ما ابتدي. I don't believe in general statements، بس قُلت له خدت يعني الراجل برضه إيه، يعني مش عايز أقفله منّي، لإن ساعات ممكن حد يشوف اللي هو لأ، أنا ما عنديش نصايح عامة كشكل من الأشكال اللي هو إيه، أنت تنِك ليه كده في نَفْسك؟ فقُلت أوكي، أوكي، هاقول لك حاجة، هاقول لك what I believe in، يعني اللي أنا مصدّقه واللي عِشته في تجربة التعافي بتاعي. أنا ضربات قلبي بايظة خالص، خالص وأنا باتكلّم، بس it's okay. أنا يعني باحاول إن أنا هو اليوم النهارده خرج عن سيطرتي خالص. يعني ابني صحّانا في نُص الليل عشان القط بتاعي دخل عندنا الأوضة فصحّاه، فأنا قايم بيه من يعني حرام سِبت يعني مراتي كانت تعبانة جدًا فسِبتها تنام، فصحيت أنا، فصحيت معاه من 6:30 وأنا already نايم 12:30. يومي باظ وبعد حتى أنا كنت ناوي أسجّل الحلقة دي الصبح، أنا مسجّلها قبل ميعاد نزول البودكاست بساعتين، فأنا وعندي 2 عندي meetings وبعدين meetings، فالدنيا عندي مدربكة شويتين وقاعد في أوضة مش مترتبة ومراتي مطلعة الدولاب فالدنيا أو يعني الدنيا فوضوية. فده يمكن اللي مخليني حاسس إن I feel uncomfortable يعني which is fine which is totally fine. كل ده this is part of my trauma يعني. فكنت باتكلم مع الراجل الطيب ده فقُلت له أوكي، قُلت له كل مشاكلك، كل مشاكلنا في الحياة، أغلب مشاكلنا في الحياة بلاش كل مشاكلنا في الحياة this is a very general statement، أغلب مشاكلنا النفسية في الحياة مرتكزة على feeling not enough. أكبر كذب أكتر كذبة قاسية إن أنت تبقى ماشي في الحياة مقتنع إن أنت مش كفاية. فسألني سؤال قال لي طب والعلاقات، مشاكلي في العلاقات، قُلت له أنت مشاكلك في العلاقات أنت ده الوجه التاني للعملة، ما هو أنت مشاكلك في العلاقات هتكون موجودة عشان you don't believe you're enough، فالdynamics بتاعتك في العلاقات هتبقى بايظة. يا إما بتدّي كتير جدًا عشان تاخد أمان من برّه وتاخد نِفْسك في ردود أفعال معيّنة كان نِفْسك تاخدها من أبوك وأمك وهُم خذلوك، فبقيت شايف روح أبوك وأمك في ناس معيّنة، فالناس دي تدّيها كتير أوي عشان الsubconscious mind بتاعك متحرّك ناحيتهم، إن هُم احتمال يكونوا الأمان اللي أنت ما خدتهوش، فبتدّيهم كتير جدًا بتتخذل لإن الطبيعي إن أنت بتعمله أصلًا يعني أصلًا يخُصّك ما يخُصّهمش، يا إما ما بتدّيش خالص عشان خايف تتجرح. فقُلت له: "لأ، هو أنت الdynamics بتاعتك في العلاقات هي defense systems للإحساس بتاع إن أنا قليل اللي أنا مش عايز أحسه." فنصحته يعني قُلت له صدّقني يعني you need يعني كُلّنا محتاجين نfix الكوباية اللي جوّه، الموضوع مش زي ما أنت متخيّل need more،
فساد الكوكب ده كله، فساد الكوكب ده كله، حتى فتنة سيدنا آدم في الجنة لما الواحد بيقرأ القرآن ويقرأ إغواء الشيطان لسيدنا آدم. فلسفيا لما الواحد بيبص للموضوع، آه الذنب اللي ارتكبه سيدنا آدم وعصيانه لربنا جاي من وعد الشيطان، وعد لسيدنا آدم، قال له خلاصك خلاصك في الزيادة، أو في ما لا تملك. يعني قيمتك في ما لا تملك، راحتك في ما لا تملك، خلاصك في ما لا تملك. ولذلك حتى لما الواحد بيبص، يعني أنا الواحد بقى كبر خلاص ومر بتجربة هيلينج وأنا لسه فيها، وكل يوم بصراحة I discover I need more depth, I need more humility، وباخد بالي قد إيه صدماتي متغلغلة في كل حاجة، في علاقتي مع ربنا، في اختياراتي المهنية، في اختياراتي. باخد بالي يعني أنا I don't believe إن في حاجة اسمها 100% healed. في حاجة اسمها work in progress. ممكن يبقى حد سابق حد، ممكن يبقى حد متعمق، بس there is always another layer to unfold. يعني زي كده طبقات البصلة. صدقني دايما good for you, you made progress في التعافي، بس صدقني دايما في طبقات زيادة. you can peel more, you can get to a better core. لأن الكور بتاعنا متغطي بعدد طبقات أكبر من اللي إحنا نأمله. إحنا بنكون أملنا هنبيل 2 layers أو هنقشر قشرتين وهنلاقي نفسنا. لا، هو أنت ممكن تقشر قشرتين فتقرب من نفسك. طب هتسألني طب ليه؟ يعني أنت ليه بتقول كده؟ لأن الناس مش متخيلة حجم الخوف اللي أنت بتحتاج تواجهه وتتقبله عشان تبقى حاضن الكور بتاعك. it's not easy. يعني اختيارك نفسك مكلف جدا، وليه وصعب جدا. لأن كونك نفسك على طول، لو نفترض إن في حد عارف يكون نفسه 24 hours 7 days a week، لو ده فعلا possible، فده معناه إن أنت بتختار نفسك في كل موقف. فده معناه إن كل حاجة فكل حاجة مش بتعبر عنك ما بتعملهاش. فده معناه إن لما بتقول لأ، بتعيش مع الخوف بتاع الريجكشن، بتاع إن هما كده مش هيحبوك، بتاع الوحدة. مخاوف رهيبة. إحنا بشر، كلنا عندنا رغبة للتواصل، وكلنا إحنا فطرتنا الإنسانية إن إحنا نتواصل ونتحب ونتقدر. going against this علشان أنت بقيت شايف إن دي مش مصادر حب حقيقية، دي مصادر حب، دي مصادر توكسيك. فجهازك العصبي ومشاعرك كلها بتبانك، اللي هو لأ، أنت كده بتفقد قابلتك، أنت كده بتفقد أمانك. لأن إحنا كائنات قابلية. إحنا بنزدهر وبننجو وإحنا مجتمعين في مجتمعات مع بعض. يعني صعب جدا حد يعرف ينجو مثلا زي فيلم توم هانكس كاستوي، ان هو يقعد في جزيره لوحده. المخاطر كبيره، ممكن حيوانات تاكلك، مش هتلاقي ناس تقايدها بيقدموا فاحنا كبشر ربنا سبحانه وتعالى فطرنا على النجاه في ترايبس، في مجتمعات، في مدن، فبالتالي المخاوف بتاع ان انا اقول لا مخاوف عميقه، مخاوف عميقه. ان الصدمه بتعلمك انك لو قلت لا لاي حد فانت بتفقد البشر كلهم. المخاوف بتبقى مخاوف معممه، ان انت لو ده رفضك فانت كده هتفضل طول عمرك وحيد. اللي هو الجانب اللي هو الديفينيتيف ستيتمنت، صوت الصدمه، اللي هو صوت الاب الداخلي، الام الداخليه، مش بيقول لك ان انت مثلا لو مثلا قلت ده لا مش مناسب، او انا مش حابب اعمل ده، فانت كويس وفي ناس بتحبك ومفيش مشكله انك يعني زي ما تقول تزهد عن العلاقات اللي مش مناسبه ليك. لا، السرديه بتاعت الصدمه ما بتقولش كده. بتقول انت فقدت ده فانت فقدت كل الناس. بتقول انت فشلت في التجربه دي فانت فاشل. زي ما قلت، زي ما كنت بقول زي ما كنت بقول في حته ان احنا آه، I'm scattered شوية النهاردة، يعني أفكاري مشتتة، بس it's okay، يعني مفيش مشكلة خالص. كنت بقول حتة إن في الآخر اللي بيوجعنا لو مثلا أنا عبرت عن حاجة، أو لما كنت بقول إن أنت
ان انا اوري انسانيتي فحد يستغلني. اللي بيوجعنا ان ده بيترجر البرمجه القديمه اللي هو التراما ستوري بتاعت ان انت كده وحش، انت كده ضعيف. مش ان الشخص هو اللي استغلك، لا انت اللي ضعيف. فنفس الفكره برضه لما بنيجي نفقد علاقه، ف مش الصوت الانترنالايزد فويس او الصوت اللي بيشتغل جوه، اللي هو بيمثل صوت الاب والام اللي اتحفر جواك، اللي هو مش صوتك، انت بتفكر صوتك وبتفكر دي افكارك، دي مش افكارك. اللي هو بيقول لك انت كده مرفوض، لو ده رفضك انت كده مرفوض. فبنتعلم ان قيمتنا مرهونه بقبول اي حد لينا، كلب بلدي معفن معدي، انسان لا يمت ليك بصله ولا يهم امرك، ولا هو ولا امره يهمك. لو كشر في وشك بتتوجع وجع مش مفهوم، ده وجع التراما، الووند صحي. ف فعشان يعني خليني اقول ان كل الكلام ده اللي انا اصلا اقسم بالله ما انا عارف انا ايه موضوع الحلقه اصلا، بس it doesn't matter بصراحه. it doesn't matter. آم، كل اللي بقوله ده هدفه ان انا اقول لك if you think if you think if you think being true to who you really are على طول is an easy thing، او هتقرا لك كتاب او كتابين او تسمع الحلقه بتاعتي فتشفع لك كانك اخدت جرعتك من التعافي النهارده كانك بتاخد supplements، انت بتضحك على نفسك. it's not easy. والحريه مش رخيصه، الحريه غاليه جدا، والتمن بتاعها دايما بيكون الخوف والشك والقلق. تمام. ولكن علشان ده بيكون قوي جدا 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 في المراحل الاولى للتعافي. يمكن ده اللي خلاني يعني بزعق في وش الناس في حلقه مش كفايه بقى، اللي هي كانت الحلقه قبل اللي فاتت، اللي هو انا يعني في ناس وما كنتش اقصد حد معين في الحلقه دي، بس انا كنت اقصد شخصيه معينه او تصور معين، عايز اقول للشخص اللي انا كنت بتخيل انا بكلمه فوق من الوهم اللي انت فيه، فوق من محاولتك انك تحاول التعافي لطريقه اخرى لكبت الخوف عشان تحس ان انت مسيطر، فتبقى بتستغلني انا، بتستغل بودكاست او بتستغل اي كونتنت انت بتسمعه او بتستغل اي كتاب عشان ي... 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 يساعدك تطارد سراب السيطرة، يطارد سراب السيطرة. ولذلك آه... كان في برضه خاطرة كده على بالي من كام يوم يعني. كنت بقول ان التعلق بالامان الخارجي اللي هو سردية الصدمة بتعلمك انك مش كفاية، فدايما عايز الكفاية من بره. فالتخلي عن سردية الصدمة دي يعني محاولة إن أنا ألاقي أمان من بره ويكون فعلا ده حاجة موجودة، يعني في علاقة حقيقية تكملني فتدفيني. اكشلي هو ده ممكن يحصل، يعني في ناس مثلا العلاقات الجنسية الاعتمادية العاطفية الكلام ده كله ليه نشوة بنت مرة لذيذ جامدة جدا، محدش يقدر ينكر ده. بس هي it fades، هي مش حاجة constant ومش حاجة داخلية، هي حاجة خارجية. هتخلص فانت هتروح العلاقة اللي بعديها، هتخلص فتروح العلاقة اللي بعديها، تخلص فخلاص فانت مكتوب عليك حكم مؤبد بالجري إلى ما لا نهاية. ف الفترة الأولى بتبقى فعلا انت طب خليني اخد نفسي دقيقة بس. انا I'm very vulnerable which is fine يعني. أم... خدت بالي انا كنت عايز اقول ايه، خدت بالي انا كنت عايز اقول ايه، خدت بالي انا كنت عايز اقول ايه. جمعت انا كنت عايز اقول ايه. اوكي. بريز. التنفس بالنسبة لي is essential في التعافي، لأنه بيوصل مسج in my nervous system إن إحنا we are safe. فدوني يعني خليني يعني you can do the same. أنا مش هعمل زي ما الناس بتبعت لي أسئلة أو أنا ليه خايف أوي كده، لا أنا مش هعمل ده. أنا خايف جدا، مش ممكن أكون في حاجات تانية خوفاني.
أنا مش مجمعها، بس I won't resist the fear. I'm too afraid. وداخل الحلقة بخوفي لأن أنا متأخر عشان عايز ألحق قبل ما ميعاد الحلقة ينزل، فحتى ما خدتش وقت إن أنا أكولكت ماي سيلف يعني. بس عايز أعيط، مش فاهم، في حاجة جوايا ضاربة جدا، في تراما ووند مفتوح، في تريجر من يعني، بس it's okay. فداخل بيه يعني ما لحقتش أبروسس ماي ايموشنز قبل الحلقة. فداخل بيه، داخل بخوفي، داخل بتوتري، داخل بقلقي العالي. مم. اوكي، انا خدت بالي. انا لما بسكت وكأني بحط، عارفين زي سماعة الدكتور كده، بحط وداني على جسمي وعلى مشاعري، بسمع صوت صدمتي بيتكلم، بسمع الصوت. واكتر حاجة مدوية جوايا وداخل بيه، يمكن ده اللي ملخبطني، ان you are not enough. اوكي. وانا مش مصدق في ده، فسايب المشاعر دي تفلو كده زي المية في الموسيقى. ف it comes with price ان انا ببقى مش مجمع قوي، بس it's okay. طيب، فانا كنت بقول محاولة ان الواحد يلاقي امان من بره، زي محاولة ان حد يكسر حيطة فولاذ بايده، ايده المجردة، مش لابس حتى حاجة، ايده المجرد، بالعظم البشري اللي ربنا سبحانه وتعالى ما صنعوش ان هو يبقى مثلا زي افلام مارفل ودي سي، اللي هو هالك او كده يضرب في باب العربية يطبقها. لا، احنا لينا قدرة معينة، صنع ربنا لينا ليه ليميتس. لو وقعت جامد على الاسفلت هتتكسر. ربنا يعني خلانا أقوياء لحد معين. جسمنا مش لو كان ربنا أراد ده لغرض معين كان عمله، بس احنا we're vulnerable creatures. ممكن نتكسر، ممكن عظمنا يتكسر، ممكن sharp objects تخش في جسمنا تقتلنا، زي الطلقات، زي الرصاص، زي السكينة. ربنا سبحانه وتعالى حكمته إن احنا نبقى كائنات عرضة للموت، لأن هي أصلا الحياة هي مرحلة لانتقالنا للدار الآخرة. فهو not designed to be immortal beings، إن احنا خالدين مخلدين يعني. فولذلك لو ربنا كانت حكمته أو كان قراره وإرادته إن الحياة دي تبقى هي المنتهى، I assume إن ربنا سبحانه وتعالى كان هيخلقنا ايرون مان، هالك، كابتن امريكا، بلاك بانثر، ريجنت. وساعات بحس ان السوبر هيرو فانتسيز كلها جايه من رغبتنا ان الحياه الدنيا تبقى دار خلد. مش عاجبنا ان احنا immortal beings، مش عاجبنا ان احنا كائنات هشه اقوياء وعندنا كرياتيفيتي وكل حاجه، بس معرضه للموت. يعني انت شويه ميه لو دخلوا انت معرض للموت. ربنا خلق الحياه اكتر حاجه ابسولوت فيها هو قابليه انتهائها. سبحان الله يعني. I like to ponder and think about الحاجات دي يعني. المهم، فبالتالي احنا ساعات بن 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 ما بناخدش قرار ان احنا نبطل ضرب على الحيطه الفولاذ الا لما الا لما ايدينا تتكسر وتنزف، وخلاص يبقى كل حاجه بتصرخ في وشنا وبتقول لنا مفيش، انت بتدور عليه وهم، بتدور عليه وهم، بدور عليه وهم. وساعات من كتر رغبتنا العميقة في التعلق، رفضنا للتخلي عن قصة الصدمة دي، دول اوكي. انا كسرت ايد، طب هحاول بالايد التانية. كسرت ايديا الاتنين، هحاول برجلي. رجلي اتكسرت،
هاحاول أخبط دماغي في الحيطة الفولاذ. أنت متخيل إن إحنا بنُصاب بحالة من الهستيريا والجنون؟ No، no، no. أنا مش هاتخلّى، أنا مش هاتخلّى عن أمل إن أنا ممكن ألاقي الحضن الدافي من برّه. أنا نِفْسي ألاقيه، أنا نِفْسي ألاقيه، أنا موجوع، أنا نِفْسي ألاقيه، أنا نِفْسي ألاقيه. I totally understand this. عشان كده التعافي، أنا مؤمن إيمان شديد إن إحنا بنستخدم ذكائنا ضدنا. التعافي أساسه هو كسر الإنكار، الاعتراف، التخلّي. عشان كده حتى وعندي احترام شديد جدًا للزمالات، مع إن أنا ما باحبهمش شخصيًا لاعتبارات كتير، بس عدم حُبّي ليهم ما لوش علاقة بالأدبيات والخطوات، ليه علاقة بالتنفيذ على أرض الواقع، تنفيذ سطحي جدًا، جدًا. بس الزمالات الخطوات ال12 الخطوة الأولى، هو اللي كتب الخطوات أعتقد من المؤسسين مش فاكر اسمه، كان في الخمسينات اللي هو ابتدى الAA Alcoholics Anonymous يعني. شاف إن التخلّي عن الإدمان، والتخلّي عن الإدمان هنا شبيه بالتخلّي ب ب ب ب بإن أنا أبطّل أضرب الحيطة الفولاذ بإيدي. أول كلمة يا جماعة، أول كلمة في أول خطوة، أنا مش حافظ الخطوات كلّها، بس أول 6، 7 خطوات حافظها. لأن في فترة أنا اشتغلت زمالات، اشتغلت لحد خطوة 5 وكان معايا، اشتغلت وحضرت وكنت أنا عارف الزمالات كويس، أنا عارف الزمالات كويس، مش باتكلّم من فراغ يعني. وأكتر صحابي اللي في therapy دلوقتي واللي غيّروا حياتهم كان يوم من الأيام في الزمالات، ومش مش اجتماع ولا 2 يا جماعة، لأ بالسنتين وال3. فأنا trust me، كل حاجة أنا باقولها عارف أنا باتكلّم عن إيه كويس، أنا مش بافتي ومش بانظّر على حد، أنا باتكلّم من actual experience. طيب، أول خطوة اعترفنا، we confessed، we acknowledged إننا بلا قوة تجاه إدماننا. we cannot deal with this alone، وأن حياتنا غير قابلة للإدارة. تمام. دي الحاجة الوحيدة اللي هاتكلم عليها في الزمالات، عشان في حاجات كتير أنا بالنسبة لي كله هري. فدي النقطة الوحيدة اللي هاتكلم عليها كcommon ground أو اتفاقي مع الزمالة فيها. هي متفق في حاجات كتير، بس مختلف أكتر من متفق يعني، بس ما علينا، مش دي النقطة يعني. اعترفنا أننا بلا قوة تجاه إدماننا وأن حياتنا غير قابلة للإدارة. ف فيمكن لو أنا هاربط كل اللي باقوله ده بالدخلة بتاعة الحلقة، إيه اللي خلّى محمد حازم يوصل للنقطة اللي هو وصل لها؟ لأن أنا I'm very successful بفضل الله يعني، وعندي مسؤوليات في حياتي لو أنا كنت باتعامل بهروب المشاعر بتاع زمان أنا ما كنتش هاعرف أشيلها. بفضل الله سبحانه وتعالى I'm a co-founder at a very successful company، الحمد لله. زوج، عندي طفلين، فأنا مش باتكلم من فراغ. I counsel people، I give consultations، أنا حد ناجح الحمد لله. فهو أنا إيه اللي ساعدني أوصل لده؟ one statement اللي لو أنت عديتها من غير ما تفكر في عمقها most probably you're still running away. جملة هقولها بالإنجلش الأول. The futility registered. كلمة futility بالإنجليزي آسف، كلمة futility بالعربي يعني عدم الجدوى. عدم الجدوى يعني، خليني حتى وأنا معاك عشان هجيب لك السبيسيفيك الترجمة الحرفية. بص، حتى أنا كتبت على جوجل futility يقول لك إيه؟ هي noun، هي اسم. فلو بالإنجليزي يعني إيه المرادف ليها؟ pointlessness or uselessness. حتى مدي مثال في جملة: the horror and futility of war، عدم جدوى الحرب. فيعني إيه the futility registered؟ كلمة registered يعني عشان كلمة register برضه ليها معاني كتير. ممكن أقولها بالعربي: عدم الجدوى استقرت. يعني إيه عدم الجدوى استقرت؟ بقى عندي إيمان، وأكشلي إيمان is the right word. عندي إيمان، لا مش إيمان، عندي يقين شديد إن كل آليات الدفاع النفسي بتاعتي
لن توصلني إلى أي شيء. لما بيستقر فيك القناعة دي، وخلي بالك القناعة دي ممكن تستقر فيك النهاردة بكرة تروح، عشان كده احنا من أكتر الناس اللي بنحتاج نفكر نفسنا كتير. أنا أهو سنين تعافي بقولك، أنا لما بنسى ببوظ الدنيا. أنا لما بنسى برجع تراودني زي ما الشيطان كده راود سيدنا، أنت تراودني فكرة مش يمكن الإجابة تكمن في المزيد، مش يمكن. وكأن الجملة دي كده is like a naked woman قدامي is very tempting. مش يمكن، مش يمكن، مش يمكن الخلاص يكمن في المزيد، مش يمكن الخلاص يكمن في ما لا تمتلكه، لأن ما تمتلكه لا يكفي. مش يمكن. ف please keep running. please keep running. ولذلك فعدم الجدوى استقرت يعني يقينا حواسي كلها. عارف زي كده يعني الإيمان لو مثلا حد داخل الإسلام، الدخول في الإسلام مرتكز على إيه؟ الشهادة، صح؟ I bear witness. I bear witness. تمام. حتى لو حد مثلا أجنبي يقول لك I bear witness that there's no God but مش عارف بيقولوها ازاي، I bear witness that there's no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah. يعني مش فاكر بالظبط بالإنجليزي، بس بالعربي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. I bear witness. فالدخول في الإسلام مبني على ال... أن أنت شهدت على الأمر ده، أنت شهدته. تمام. فنفس الفكرة في التعافي، يعني أنا لو بجد زي اعترفنا، ما هو بقى خلي بالك هي اعترفنا شهدنا حتى في الزمالات، يعني إن أنا حواسي كلها لو هي بتتكلم هتقولي إحنا معاك على قلب رجل واحد إن الطريق ده دمرنا. ولذلك دايما في الشغل، شغل الثيرابي بتاع اللي هو الشغل السوماتيك أو شغل الجسم، اللي هو بتاع اللي هو نور يوسف يعني مسمياه مديله اسم الجراحة العاطفية. لما بتتعامل مع كلاينت لسه ماسك بإيده واسنانه في إن ضرب الحيطة الفولاذ هيكسرها، بنقول له أوكي keep going، بس حاول تعمل حاجة واحدة بس، حاجة صغننة. حاول كل ما تضرب إيدك في الحيطة الفولاذ تقف وتحس بهاو much it hurts. حاول تتصل مع الألم والاستنزاف والوجع الناتج عن الضرب في الحيطة الفولاذ. ولذلك شغل السوماتيك بيركز على الجسم، ان الجسم، التواصل مع الجسم والإحساس بيه هو اللي بيخليك تستوعب وتستشعر حجم الإرهاق. ساعات من كتر واحنا بنجري، يعني زي انت لما بتجري جامد قوي، او حتى انت في الجيم لما بيكون وانت within the gym session او انت في الجيم، انت بتبقى في السخونيه والادرينالين بتاع التمرين وعامل فيها دكر. عارف زي حد مثلا مبطل جيم بقاله شهور فراجع ولسه يعني واتغاشم على نفسه، وهو بيرفع الاوزان وهو بيبالغ في التمرين، هو لسه هو مش مستشعر حجم ايه، مش مستشعر اللي هو بيعمله، مش مستشعر اثر اللي هو بيعمله على جسمه اللي غير مستعد. ينام شويه ويقوم جسمه بيسبله بقى، انت بقالك 3 شهور مريح. وحتى استكترت عليا ان انت يبقى اول اسبوع او اسبوعين في الجيم وورمينج اب وجنرال اكسرسايزز وعلى الهادي، ودخل لي بتلعب لي ديب سكوات وجوبلت سواك وطالع لي ماسل اب وبتعمل لي سبايدر بوش اب، انت فاكر نفسك مين؟ فجسمك بيلبك. فنفترض ان انت كل بقى شويه لما جسمك يلبك بقى او يحاول يصرخ في وشك، تروح انت ضارب له مسكنات بقى، تاخد لي بقى بنادول بقى وبتاع، فاللي هو ايه، فانت بتقول ايه، وده اللي احنا بنعمله كل ما نحس باجهاد جسمنا والارهاق والضغط بتاع كتمان مشاعر، عايزين بقى نلوش بقى، فنروح غارزين اكتر في ادماننا بقى. يلا بقى شتت بقى، جسمك بيصرخ وانت بتعمل له ميوت، جسمك يصرخ وانت تعمل له ميوت،
جسمك بيصرخ وبيقول لك انا طالع ميتيني، انا تعبت من الجري، وانت تقول له انا هعملك ميوت لحد ما توصل للبيرن اوت. عشان كده انا بكره يعني، على قد ما انا بتكلم على التروما وعندي امباثي، بكره يعني هقولها بالانجليزي برضه الاول، رومانتسايزنج ديبريشن، رومانتسايزنج. تلاقي مثلا حد يقعد يتكلم على البيرن اوت، وازاي البيرن اوت حاجه كلنا بيحصل لنا. لا يا حبيبي، هو البيرن اوت از a by product. يعني البيرن اوت هو نتاج عدم الاستماع للجسم في مراحل التعب الاولى. البيرن اوت نتاج عدم الاستماع للجسم في مراحل التعب. الجسم لما بيبتدي ينهك بيكلمك عن طريق الشعور، الالم الحسي. بيقول لك خلي بالك انا مرهق. انا على فكره دي من اكتر الحاجات اللي فرقت معايا. انا استمراريتي في التعافي رغم ان ساعات بيحصل لي ابس اند داونز لحد النهارده، جزء اساسي منها ان انا بسمع لجسمي مش بكابر. اميل وداني على جسمي اقول له مالك. والله العظيم لسه حاصل معايا الاسبوع اللي فات، الاسبوع اللي قبل اللي فات، وانا في نص الشغل اكني نزلت على جسمي قلت له مالك. قال لي انا جبت جاز، انا مش قادر. قلت له حاضر انا اسف. والله العظيم كاني بكلم واحد صاحبي، قلت له انا اسف. قفلت اللابتوب روحت البيت. الكلام ده كان واحدة يا لهوي، زمان الكلام ده كان عندي صراعات وانا كده وحش وانا كده مقصر. لا لا، انت مالك. جسمي بيقول لي انت جيت عليا جدا، بعد اذنك انا مش قادر اكمل. بقول اتس اوكي اتس اوكي اتس اوكي، انا اسف انا اسف انا اسف بتاعت جسمي. انا اسف دي التعبير عنها هي بسيبه يريح شويه. طبعا اتس نوت رينبوز اند باترفلايز، انا عندي مسؤوليات لازم اجيب فلوس. بس بتيكت ايزي. لو كنت بجري بهدي الجري. يعني اوقات ممكن يكون الدنيا مش سامحالي اقف خالص، بس لو انا بجري بسرعه 80 بنزلها ل 30. انا عندي يوم هكتك شغل بروح واخد سلو بزنس داي. يعني مثلا خلاص النهارده بس كولز وارد على الناس الموظفين اللي عندي وبمانج شركتي. مش هحاول احقق مفيش مجد هيتحقق النهارده. هقعد النهارده اون يعني ماي بط وكده، اقعد كده، اقعد ارتكز على مؤخرتي واهدى. اهدى يا حبيبي، اهدى، اتهد يا بابا. بتهد. ولذلك واخد بالك ان مفيش اي حاجه في الادوات اللي بتساعدني في التعافي ليها علاقه بقرايه ووعي. واخد بالك ان انا نادرا ما بقول الكتاب ده هو اللي غير لي حياتي. لا، الاتصال بمشاعري هو اللي غير لي حياتي. الكتب بتزودني بصيرة، بتزودني دبث، بتديني critical thinking، بتخليني عندي عمق في التفكير 1,000,000%. ما اقدرش اقول ان الكتب القراية ما فادتنيش في التعافي. بالعكس فادتني شوية. لا لا طبعا القراية مفيدة. وجابور ماتي من يعني حبيبي ومن الناس انا بحبها. حتى سمعت له الحلقة بتاعته مع انس، مش عارف بيسموه انس بوشخاش ومش فاكر اسمه، اللي هو بتاع اي بي توكس. سمعت له حلقه. بص انا نادرا ما يكون عندي خلق، رغم ان انا بسجل كونتنت وناس بتسمع لي. انا نادرا ما حد يثيرني فكريا كفايه ان انا اعرف اسمع له اكتر من ساعه. الناس يعني والله بجد مش يعني حقيقة انا اكشلي مش محتاج اقول كده. يعني 99% من الكونتنت اللي على السوشيال ميديا بالنسبه لي underwhelming. 1% بيسترايك معايا. فجابور ماتي انا بحبه رغم ان ساعات بيقعد يزيد ويعيد زياده قوي عشان يبيع كتب. يعني اخر كتاب قريته له، اخر كتاب انا دلوقتي بقرا له ان ذا ريلم اوف هانجري جوستس بتاع الادكشن. كتاب ظريف. كنت منزله على امازون قبل ما اقطع امازون. يعني انا بحاول على قد ما اقدر اقطع حاجات معينه عارف ان هي ليها اسهام مباشر في اباده اسرائيل لفلسطين. اسهام مباشر. البيج تك كومبانيز للاسف يعني هي مسيطره على حياتنا. بس anyways يعني انا بقول كل حياتي على بالي بصراحه. فقطعت اوديبل از ا برودكت اوف امازون. مش وانا اكشلي يعني انا متناقض، بقطع حاجات وسايب حاجات تانية. في حاجات مش سهل عليا اتخلى عليها. يعني في حاجات مش سهل. يعني انا يوتيوب الحاجات اللي فيها بعتمد عليها بدفع لها subscriptions to give me peace of mind. ف it's not easy. بس على الاقل الحاجات اللي بقدر ادروب it. I dropped Spotify. I dropped
ولو حد بيسمعها سبوتيفاي يعني عادي يعني you don't have to take the same decision. I'm sorry. I dropped Spotify, I dropped Amazon. في حاجة مش هعرف ادروبها. انا في الشركة عندي كل اعلاناتنا بنصرفها على ميتا، بستخدم واتساب ف it's not يعني very easy لان هم مسيطرين على العالم literally speaking يعني. بس anyways يعني بس انا مش فاكر انا قلت الكلام ده ليه. Audible قبل ما كنسله فكنت شاري عليه كتاب جابور ماتي in the realm of hungry ghosts بتاعه. قبليه كنت بسمع له كتاب اسمه Scattered Minds بيتكلم عن ال ADHD. الكتاب لا توعج، الكتاب حرفيا الكور مسج بتاعته توصل في 3 شابترز، هو عامل 15، ما هو برضه لازم يبيع ابن اللذين. فاللي هو لا انت كده بتلت فحبيبي جابور ماتي، بس برضه الجانب الكوميرشال ساعات بيضغط على الاوثرز يعني. المهم اي هوب انا اي دو بيليف ان يوم من الايام هالف كتاب. بس يعني اتمنى ما اكونش بلت وعجن فيه يعني. انا حابب ان انا يوم من الايام اكتب كتاب. I believe what I have is worth sharing يعني. آم، ف ف ف فجابور ماتي جميل بالنسبه لي يعني، فارق معايا وفي كتبه فرقت معايا جدا، وكذا حد يعني قريت ل آم، آه، من الكتب برضو الجميله فشخ اسمه How Emotions Are Made. جميل زياده، هو تقيل قوي قوي، كتاب تقيل في اللغه بس جميل. ففي كتب فرقت معايا كتير جدا يعني. بس مش لا بس هرجع اقول تاني، عدم اتصالي بمشاعري ومحاولتي للسيطرة على الأمور حتى لا أشعر بالخوف والقلق ظنا مني إن دول هشاشة، بيخلي القراية تتحول إلى محاولة هستيرية إلى اكتمال المعرفة للشعور باكتمال القيمة. يبقى في هذا السعي يعني أنت آه يعني بت مش عارف اقولها ازاي من غير ما اشتم، بس يعني مش حابب اشتم بصراحة. بس انت يعني الكلمة يعني you are prostituting reading. انت قال يعني بالانجلش مش لا عادي prostituting بتمشي. اكيد انا مش شايف ان هي شتيمه في السياق ده، لان انا مش قصدي اشتم والله، بس انا مش لاقي لها كلمه تانية. انت بتشرمط القرايه، انت بتحول القرايه يعني انت بتخضع القرايه ل- 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 لهوسك بالجري حتى لا تشعر. القرايه بتتحول الى وعد اكتمال قيمه، مش انسان متزن متسق مع نفسه بيقرا. لا خلي هي دي الفكره. فالمشكله مش في القرايه، والحل مش في القرايه. كل اداه ب... 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 بتخضع الى سلامه نفس الشخص اللي بيستخدمها، زي مسدس ممكن تقتل بيه حد بيتعدى عليك وبيسرق بيتك، وممكن تروع بيه الناس. تمام. نفس الفكره في كل حاجه في الدنيا. كل حاجه في الدنيا انت عامل بيزنس، ممكن يكون هدفك انك تكسب فلوس، يبقى عندك حريه ماليه. ممكن يبقى هدفك انك تسيطر وتجني مليارات على حساب احترام خصوصية الناس في الداتا، وتبقى بتعمل حاجات بتستغل او بتلعب على سايكولوجي الناس بشكل حقير عشان تحصل فلوس. فكل حاجة في الدنيا هي بتخضع الى سلامة نفس حتى الاي اي نفس الفكرة. الاي اي اداة شر رهيبة لو بتستخدم من ناس مرضى وناس محبين للحروب ومحبين ل... فهي الفكرة. حتى كان في حلقة بتاعت مو جودة أول مرة أسمع له مع أنس برضو في اي بي توكس، بيتكلم كده. هو المشكلة إن ال AI بيتم تطويره وبيتم تسليحه وبيتم الاكسلريشن اوف تكنولوجي في الاي اي. مين المسؤول عن ده؟ المسؤول عن ده اللي ما عندوش مشكلة يمنطق إبادة شعوب. اللي مسؤول عن ده اللي ما عندوش مشكلة ان هو يحلل نفسه حاجات في سبيل الكابيتال جين اوف ماني. اللي ما عندوش مشكلة ان هو يعمل حاجات ان اثيكال في سبيل تعظيم العائد المادي للشير هولدرز في الشركات بتاعته. تمام. فدي مشكلة. when do we stop when do we say ان ده. عشان كده انا بالنسبة لي دايما يعني شايف ان اللي عنده قيم دينية
هو اكتر شخص يعرف يطور العالم ويعمله، بس عنده خطوط حمراء. امتى يقول لا لا لا، التطور هنا بقى أداة إيذاء للناس. ف anyways I spoke in so many directions which is totally fine. حتى I have مش عارف هسمي الحلقة ايه. هسمي هذه الحلقة ايه؟ مش عارف حقيقي، مش عارف اسميها ايه. المهم ف آه... يمكن لو كل اللي انا قلته ده هحاول اقفل الحلقة بنصيحة او بحاجة، زي ما كان صديقي بينصحني في المكالمة، اللي هو قول لي التو سنس. قول لي التو سنس، هقول لك. وده اللي خلاني ارجع، وده سبب اساسي اللي خلاني اقلل البودكاست الحلقة كل اسبوعين. ان انا شفت ان البودكاست فقد معناه. اللي متابعه بهستيريا وبيتضايق قوي لما ما نزلش اسبوع، انا عايز اقول له هو انا باهلك ان انت تقود حياتك، مش باهلك انك تعتمد عليا. في you're missing the point. فانا هقلل حلقات لان انا I'm not doing this for fame. انا مش بعمل عشان اكون نجم. انا مش مهتم اكون نجم، او actually يعني لا، مهتم شويه اكون مرئي من بره عشان لسه عندي تراما. that's actually true. بس برضو لا، يعني عندي استبصار بنفسي، فلا انا. فده اللي خلاني انزل الحلقات حلقة كل أسبوعين. وهو الدرس اللي هقوله the futility has to register. لو كان الحل في المزيد، كان وعد الشيطان لسيدنا آدم فعلا كان يستحق. كان لما أكل التفاحة كان فعلا اكتمل. كان فعلا اكتمل. وأصلا لما أجي أرفلكت على كل كل التعليم، كل الأوامر الإلهية philosophically speaking، يعني عشان كده يعني كلها متمركزة حوالين less is more. القليل كثير. القليل كثير. if you are connected، لو انت متصل بنفسك بالله، القليل كتير. القليل كتير جدا. لو انت منعزل، الكتير ولا حاجة، والأكتر منه ولا حاجة، وهتفضل عايز the futility has to register. انت محتاج تقف، تاخد نفس، وتحس بإيدك اللي اتكسرت من كتر السعي الهستيري إنك تعمل شيء غير منطقي، بإنك تكسر حيطة فولاذ ببال human hands، بإيد بشرية ضعيفة. لا لا، هفضل في الإدمان بتاعي، هفضل أحصل من بره، هفضل في الكنترول، هفضل في التجنب. هو ده اللي هو الخلاص في تجنبي، الخلاص في اندفاعي على الناس. دي آليات دفاع نفسي. انت مش محتاج قراية، انت محتاج نوع ثيرابي بيساعدك تتصل. فلو على الأقل مش مستعد، زي ما نور في الجروب تريننج حضرته لك، كان في حد في الجروب تريننج وكان عنده مقاومة لمشاعره عنيفة عنيفة. بيخش مع الكلاينتس، هو ثيرابيست اللي يضحك اكشلي، لأن التريننج كان بيأهل الثيرابيستس to be better therapists by the way يعني. فالراجل بيخش على الكلاينتس بباوربوينت برزنتيشن بيشخص لهم اعراضه. الراجل نفسه الثيرابيست منعزل جدا عن مشاعره. فبتقول له اوكي، طيب على الاقل حس بجسمك وخد بالك من نفسك وانت تنسى. الاحساس بالجسم والاتصال معاه بيسمعك صرخة جسمك اللي بيقولك احنا قاعدين نكتم، احنا خايفين، احنا قلقانين، احنا بنهرب، احنا لازم نهرب. فلو انت مش مستعد، لو انت مش مستعد تتخلى، على الاقل استشعر الارهاق اللي انت عايشه. ما تسمعش حلقه زياده، ما تفتحش السوشيال ميديا. خد نفسك، لو عندك عربيه خد نفسك على طريق سريع من الطرق اللي موجوده. لو انت في مصر في طرق كتير، انت في القاهره خد طريق السخنه، طريق جلاله الهادي، خد صحراوي، خد طرق هاديه.
خد طريق شرم الشيخ وارجع تاني على فكرة. give yourself. لو انت بقى في السعودية، انا عارف السعودية اصلا يعني الطرق فيها يعني بسم الله ما شاء الله، ما بين المدينة والمدينة 600 700 كيلو. احنا هنا في مصر بنهزر يعني، اخرنا لما الواحد بيطلع مثلا من اسكندرية لدهب بيحس ان هو يعني ايه، سافر لمكة بجمل. 700 كيلو هنا في السعودية المسافات دي عادي، موضوع مرعب في السعودية. بس السعودية ما شاء الله كبيرة جدا يعني، قد اعتقد مساحة مصر مرتين ونص او حاجة زي كده. المهم، خد مساحة تختلي بنفسك. ask yourselves the hard questions. ماذا أريد؟ ماذا أريد من الحياة دي اللي هي أنا فيها معرض للموت في أي لحظة؟ أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ أنا عايز إيه؟ The futility has to register. عدم الجدوى يجب أن تستقر وتبقى جزء من يقين إن اللي أنت عايزه مش موجود من بره، موجود في إنك تحضن نفسك وتحبها. لأن اشتراطك إن أنت يبقى ليك قيمة لما غيرك يقبلك هي محاولة إنك تلاقي أبوك وأمك في الناس. اسمع حلقة ابكي على اللبن المسكوب. بيس.